ده فيديو متصور بكاميرا وعدسة احترافية، شكله وحش صح؟ ولكن ده بقى فيديو متصور بالموبايل، شكله جامد وحلو صح؟ تعال امشي معاك خطوة بخطوة اعلمك ازاي تقدر تصور فيديوهات لليوتيوب او فيديوهات بشكل عام بجودة عالية بالموبايل اللي في جيبك. نرجع بقى للكاميرا، الجودة اتغيرت بقت جامدة جدا وحلوة، وده لكام عامل هنتكلم عليهم في الفيديو ده. اول حاجة خلينا نبدأ بيها وهي الادوات. طبعا انت هتستخدم الموبايل اللي في جيبك، ولو موبايلك فلاج شيب او موبايل ميد رينج من اخر 4 سنين فانت كده تمام، لان تكنولوجيا الموبايلات او الكاميرات في اخر 4 سنين للموبايلات اتطورت جدا وبقت بتعالج الفيديوهات بطريقة حلوة جدا، والسنسورات بتاعتها اتطورت، بقت بتطلع فيديوهات جودتها عالية بتنافس بعض الكاميرات الاحترافية، مع شوية عوامل ممكن كمان تحسنها وتوصلها لجودة كاميرا احترافية فعلا. ولو بتفكر انك تطور وتجيب موبايل يساعدك في التصوير، فانا انصحك بكام براند موبايلات معينة هي اللي هتساعدك في التصوير بالموبايل. اولهم هو الايفون معروف. تاني حاجة شركة سامسونج، سلسلة الاس من شركة سامسونج، ابعد عن اي سلسلة من الاي والام والكلام ده، عندك سلسلة الاس بس، حتى لو فلاج شيب من 3 سنين يبقى زي الفل. وعندك برضو في السوق المصري او عامه في اي اسواق عربيه او اجنبيه بيكسل من جوجل، شاومي، وممكن برضو اوبو، ولكن على حسب الموبايل ذات نفسه، والافضل يكون دايما فلاج شيب لان الوانهم مش احسن حاجه. هو عامه مش فارقه قوي، المهم تصور بالفون اللي معاك. وتعالى ندخل على تاني حاجه ودي اللي هتاثر لك على الجوده بالفون، وهي تطبيق الكاميرا اللي انت هتستعمله. ما تفهمنيش غلط، تطبيق الكاميرا اللي انت هتستخدمه او الموجود اصلا في الموبايل مش وحش، كويس لو انت تصور حاجه كاجوال على السريع مش لسه هتظبط اضاءات والدنيا دي، وجه الكاميرا وصور عادي جدا زي الفل. لكن عيبها انك ما تقدرش تتحكم في الاعدادات بتاعه الكاميرا، ما تقدرش انك تتحكم في شاتر، ايزو، وايت بالانس، ما تقدرش تتحكم في الحاجات الاساسيه دي، فكك من اي حاجه تانية والوان بقى وبتريت والدنيا دي مش مهم. الثلاث حاجات الاساسيه دول اللي هم الوايت بالانس عشان الالوان ما تتغيرش معاك كل ثانيه وثانيه، في بعض الكاميرات في الموبايل بتقفل لك الوايت بالانس لما انت تيجي تصور، اتضافت في سامسونج وفي ايفون وفي اخر كام تحديث، فزي الفل ما فيهاش مشكله. ولكن الشطر والايزو حاجه مش لطيفه لما انت تكون بتوجه كاميرا الموبايل لمكان ساطع وانت اصلا في مكان مظلم وجاي تطلع، المفروض المكان ده يفضل منور، لا هو يغمق لك الصوره. لما تكون داخل في مكان ضلمه هيفتح لك الصوره، انت مش عايز كده، انت عايز تكون عندك تحكم كامل في الإضاءة بتاعة الموبايل بتاعك أو الفيديو بتاعك، مش عايز إن هو يتغير مع نفسه كده وتلاقي الفريمات بطيئة بقى وبقيت معلق والفيديو تحس كأنه مهنج وبايظ، لا أنت مش عايز كده خالص، أنت عايز تتحكم في الإعدادات. فتطبيق الكاميرا اللي أنا أنصحك تستخدمه هو بلاك ماجيك كاميرا، وده مجاني للأندرويد والآيفون، فتقدر إنك تستخدمه زي ما أنت عايز. بعض موبايلات الأندرويد ما بتدعموش، ولكن لو موبايلك فلاج شيب من اخر 4 سنين فبنسبه 90% هيكون بيدعمه وتقدر تتحكم فيه في كل حاجه. فانا هستخدم تطبيق بلاك ماجيك اوريك ازاي تقدر تعمل تعديلات بتاعه الاضاءه والكلام ده دلوقتي. تعالى بقى ندخل جوه بلاك ماجيك كاميرا عشان اقول لك ازاي نظبط الاعدادات للتصوير، اذا كنت هتصور نفسك في البيت او هتصور نفسك في استوديو او هتصور نفسك في الشارع والكلام ده. الاعدادات بسيطه جدا، هي دي واجهه بلاك ماجيك كاميرا، تمام. عندك الاساسيات هتلاقي حاجات كتير ظاهره وكلام من ده، ولكن خلينا ندخلها الاول. اول حاجه خالص وهي الاعدادات الاساسيه اللي هي زي بتاعه الكاميرا اصلا، اللي هي ايزو، شاتر سبيد، وايت بالانس، تنت، الكلام ده. اول حاجه انت هتلاقي هنا عندك لينسات او لينسز، فكك من ان هي بتفتح وبتغمق لوحدها، ده عشان بلمس الشاشه فبتعمل اوتو اكسبوجر والكلام ده. انت لما تتك على كلمه لينسز هيجيب لك الثلاث عدسات هنا. الفرونت اللي هي السيلفي، ال 27 مللي ديت هي المين، 16 مللي دي الالترا وايد، فزاويه العرض بتاعها اعلى بكتير من ال 27، ولكن يفضل انك تستخدم السنسور الاساسي، دايما بيديك اعلى كواليتي واعلى جوده عامه. بعد كده نيجي عند الاف بي اس، ده عدد الفريمات اللي انت هتصورها، زي فول اتش دي 24 30 4K مش عارف كام. هنا بتتحكم في الفريمات بس مش في الدقه، الفريمات بس. انا عامه بحب دايما اصور على 30 طول ما انا بتكلم قدام الكاميرا، ف 30. لو عايز اصور حاجه وابطئها بعدين فممكن اخليها 60، ولكن في طول الوقت بصور 30 لو انا هتكلم قدام الكاميرا. ولو انت هتصور حاجه سلو موشن وتبطئها بعدين 60، ممكن تصور 24 او 25 زي ما انت تحب على حسب الستايل اللي انت عايزه. بعد كده الشطر، قاعده خدها كده واحفظها في حلقه في ودنك، الشطر بيبقى ضعف
الفريمات، يعني تصور 30 فريم فالشطر يبقى 60، هتصور 60 فريم يبقى الشطر يبقى 120 كده اهو. هتلاقي في الكاميرات الاحترافيه 125 مفيش 120، ولكن في الابلكيشن هنا في 120 فزي الفل. ولكن انا هفضل ان هو يبقى 60 و30 شطر، انا بحب كده اكتر، بيديني موشن بلور اللي هو اللي انت شايفه ده. اللي بعد كده وهو الايزو، وده حساسيه السنسور للضوء. لما انت بتقلله الاضاءه بتغمق، لما انت بتفتحه الاضاءه بتفتح، ولكن كل ما تفتحها اكتر كل ما يجيلك حاجه اسمها نويز، وهو الالوان الغريبه اللي في الشادوهات وفي الاماكن ديت، فبتبقى وحشه جدا. وكمان الديناميك رينج بتاع الفيديو بيقل كل ما تعلي في الايزو. حاول قد ما تقدر تخلي الايزو اقل حاجه ممكنه، هو مش لازم دايما يكون اقل حاجه، ممكن تعليه شويه، ولكن حاول دايما تخليه اقل حاجه ممكنه، وبعدين تبقى تتمكن وتتمرس اكتر في فهم الايزو اكتر وتعرف تستخدمه بشكل افضل. بس عامه حاول تخليه اقل حاجه ممكنه، ان هو بس يبقى الاضاءه منوره ومظبوطه. يعني انا شايف كده تقريبا منور الشكل زي ما انا عايز بالظبط، بالكي لايت بقى بالاضاءه جايه عليا تبقى مظبوطه جدا. بعد كده عندك الوايت بالانس. بصراحة أنا في الوايت بالانس للكاميرات الموبايلات بيبقى مختلف لكل موبايل والتاني. يعني دلوقتي بصور على الإضاءة بتاعتها أو اللون الأبيض بتاعها المفروض إن هو على 5600 كلفن أو 6500 كلفن، بيبقى مكتوب على العلبة كده يعني. ولكن في الابليكيشن هنا أنا عامله على 6500، ولكن هو بارد جدا. يعني لو أنا عملته 8000 بحس إن هو يبقى مظبوط أكتر كده، تقريبا مظبوط. ممكن اعمله على اوتو، هتلاقي ان هو في 7000 وشويه عشان يظبطه، بعد كده اطفي الاوتو، فكده خلاص يعتبر ظبطها لي لحد ما. ولو انا حاطط ايدي، لا انا ايدي بقت مخدره كده فمش لطيفه، نخليها اوتو تاني ونحط ايدي كده قدام، يحاول يظبطها، لا مش عارف يظبطها، فهنرجع تاني نيجي عند الوايت بالانس نعليه ل 6500، ونيجي عند التنت نعليه على 50، نحط ايدي كده بقت مظبوطه كده، اللون بقى مظبوط وزي الفل جدا. وايت بالانس بيتحكم لك ان الصوره تبقى مصفره او مزرقه، اما التنت بيتحكم لك ان الصوره تبقى مخضره او بنفسجي، يعني كده اخضر كده بنفسجي. ولكن مع الابليكيشن وعلم الالوان بتاع كل موبايل بيختلف، فانا مش عارف ليه دايما بلاقيه انا على 50 او 30، مع المفروض يبقى في العشرات اساسا، بس ما علينا مش مشكله. بالمناسبه دوت بيكسل 6a، عشان لو معاك نفس الموبايل. ممكن برضو تستخدم بريسيتات من الحاجات المتثبته مسبقا هنا ديت، زي الشمس مثلا. المفروض الشمس يديني الوان مظبوطه لان انا بصور في نفس الالوان الاضاءه ديت، بس مش بيديهاني، فاللي هو حاجه رخمه شويه، بس ما علينا. عامه في اي اعدادات من الاعدادات دي هتلاقي حاجه زي قفل دوت بيقفل لك ان الاعدادات دي تتغير لما تيجي تلمس الشاشه، بيقفلها لك. ولكن لاحظت في الاندرويد ان انا لو حتى قافل الشطر والكلام ده، لو انا لمست الشاشه بتتغير تاني. لو بص جيت تتغير، لكن انا لو جيت هنا وبس حركت اي حاجه فبيغمق يرجع زي ما كان. لو انا قفلته ما اقدرش بقى ان انا المس الشاشه اصلا، وما اقدرش ان انا اعمل فوكس، فده بج ولسه هيصلحوه بعدين لان هو لسه ابلكيشن جديد. نيجي بعد كده للاعدادات اللي هنا. عندك هنا ده الزوم مش هتستخدمه، وعندك هنا الاستابلايزيشن اغلب الوقت هتستخدم الاوبتيكال. بص بقت ثابته ازاي، في الاول كانت مهزوزه جدا، بعد كده بقت ثابته جدا. ده الاوبتيكال لان هو فيه اوبتيكال ايمج ستابلايزيشن. في الستاندرد هيعمل كروب شويه بس هتبقى ثابته جدا جدا، على حسب انت بتتحرك ازاي ممكن تستخدم واحد منهم. لو انا الكاميرا او الموبايل ثابت في مكانه خليها على اوف وخلاص، ممكن تخليها اوبتيكال بس خليها على اوف وخلاص. تاني حاجه وهي الفوكس، خليها على الاوتو اغلب الوقت، الا لو انت هتصور حاجه تعملها ان فوكس بعد كده اوت فوكس تقدر تتحكم فيه. هنا الفوكس يتعمل له فوكس ان وهنا فوكس اوت، انا بخليه على اوتو وخلاص. ندخل بقى للقائمه التانية اللي فيها حاجات كتير، مش هشرحهم لك كلهم، ولكن اقول لك تعمل ايه بالظبط يديك احسن جوده، وده بتاثر بشكل مباشر في اللي انت بتصوره. ندخل في السيتنجز هنا. اول حاجه الكودك دوت هو التشفير او الخوارزميات بتاعه الابليكيشن او الكاميرا بتقراه. اغلب الموبايلات والكاميرات بتقرا طبعا، يعني كلهم اساسا ال H264 الجديد من اول سنه 2018 تقريبا بقوا مشغلين بال HEVC اللي هي ال H265. الفرق ما بين ده وده، ده هو صيغه قديمه شويه للفيديوهات،
بتديك فيديو بكواليتي على حسب اللي انت محددها من البيت ريت، ده مساحة البيانات اللي موجودة في الفيديو. كل الفيديوهات وكل الموبايلات عامة او كل تصوير الكاميرات بيضغطوا لك الفيديو الى حد ما، في اللي بيبقى حجمه صغير جدا، في اللي وسط، في الكبير. انا مختار هنا الماكس، طبعا في اعلى من كده كموبايلات تانية، في اعلى من كده بكتير، في بروريز ورو وحاجات من دي كتير، ولكن في الاندرويد هنا ما عنديش دي الخيارات اللي موجودة عندي. نرجع بقى لموضوعنا ال H264. ده هو كودك ضغط للفيديو، لان كل الكاميرات بتضغط، ولكن مساحته بتبقى كبيرة مش مضغوط قوي، وفي بيانات الى حد ما معقولة. اما ال HEVC ده بيبقى مضغوط اكتر بنفس كمية البيانات بتاعت ال 264، مساحته اقل بضغط اكتر، ولكن في نفس البيانات. فانت لو هتعمل مونتاج وإيديت على الموبايل استخدم ده، لو هتنقلها على الكمبيوتر الافضل ده، لان في كمبيوترات كتير ما بتدعمش ال 265، الاغلبيه بيدعموا ال 64 من غير لما بيلاج ويعلق والكلام ده. بعد كده عندك الريزولوشن، طبعا انت عارف 4K 1080 720 بي، مش عارف مين بيستخدم 720 بي دلوقتي، بس ما علينا، مثلا خليه 4K وزي الفل انت كده. بعد كده الكولر سبيس ريك 709 او 709، ده هو علم الالوان بتاع الشاشات. كل الشاشات ريك 709، مفيش شاشة مش ريك 709. تلفزيونك، موبايلك، كمبيوترك 709 كلهم، مفيش استثناءات. في الايفون هتلاقي خيارات تانية اكتر زي ريك 2020 ومش عارف ايه وحاجات من دي كتير، ولكن انت عامه انت عايز تدخل الخيار في الايفون او الاندرويد ريك 709. هتيجي بعد كده وتشغل enable vertical video، اللي انت لو طفتها وجيت هنا هتلاقي الفيديو بالشكل ده، فانت مش عايز كده، اطفيها وشغلها بالشكل ده. ولازم تعمل lock white balance on record حتى لو انت هتصور اوتو كله، عشان ديت هتوقف لك، حتى لو عامل ده اوتو اول ما تضغط ريكورد فهتوقف لك الوايت بالانس، مش هيطلع وينزل كل شويه. نرجع بقى هنا، فسيب دولت شغاله وسيب دي برضو شغاله. بقيه الاعدادات ممكن تعملها بالشكل دوت عادي او تسيبها عادي، هي مش فارقه، انا ما لعبتش فيهم اصلا وما ضفتش اي حاجه فيهم وبس كده. وبعد كده عندك الميديا، هنا بتلاقي الفيديوهات اللي انت صورتها والحاجات اللي انت عملتها، تلاقي الميديا كلها هنا. في الاندرويد هتلاقيهم موجودين هنا وموجودين عندك في الجاليري، لكن في الايفون لازم تتك على كل جزء منهم هنا وتعمل شير وتحفظهم في الجاليري بتاع الموبايل، فخلي بالك من النقطة دي بس. والخطوة اللي قبل الأخيرة واللي هي تعتبر أهم خطوة أصلا اللي هتسهل عليك الخطوة اللي بعد كده، وهي الإضاءة. ممكن يكون معاك أغلى كاميرا في العالم، ولكن مع إضاءة سيئة هيطلع لك الفيديو أكنك متصور بتليفون أرضي. وممكن يكون معاك موبايل رخيص جدا ومع أحسن أنواع إضاءات ومتوزعة صح تطلع فيديو أكنه مصور بكاميرا سينما. وده اللي وريته لكم في أول الفيديو. لو أنت بتصور فيديو ولو بكاميرا احترافية غالية مع عدسة غالية مع كل حاجة حلوة، مايك نظيف والإضاءة ومن غير إضاءات، فالفيديو بتاعك عبارة عن تليفون أرضي بس بريزولوشن عالي بس كده. فتوزيعك للإضاءة ونوعية الإضاءة وأماكن الإضاءة بتفرق معاك جدا. الإضاءة اللي أنا بستخدمها حاليا هي أوكتا 90 سنتي، جواها 4 لمبات ليد ومحطوط عليها جريد. الجريد ده بيركز الإضاءة عليا أنا بس، ما يخليهاش تروح يمين وشمال وفوق تحت. يعني مجرد ما أنا بعد إيدي كده بس شوية الإضاءة من هنا ما بقتش موجودة. بص الفرق عامل إزاي. نفس الشيء من هنا، بص إيدي عاملة إزاي، هنا الإضاءة عالية هنا لأ. كل ما بعدها أكتر بقت في ضلمة أساسا، الحتة دي بقت في ضلمة خالص. فالإضاءة جاية لي كده بالظبط، يعني إيدي هنا تلاقيها منورة، هنا مفيش نور أصلا. ده هو الجريد بيعمله، بشكل شبه خلية النحل كده، بيمنع تشتيت الإضاءة يمين وشمال وبيركزها على العنصر اللي بيصورها أو اللي جاي الإضاءة عليه. فده كويس جدا. أهم حاجة الإضاءة تبقى كبيرة مقارنة بالشخص اللي بيتصور، يعني تبقى ناعمة. ما تستخدمش إضاءة زي إضاءة الشمس مباشرة كده جاية عليك، لا، ممكن تقف أو تقعد قدام شباك الساعة 12 الظهر عادي، تنزل الستارة البيضة اللي موجودة في أي بيت مصري على الشباك كده، هتبقى الإضاءة ناعمة وسوفت وحلوة جدا وكبيرة. ساعتها لما انت تقعد قدامها وتيجي تصور هتلاقي الإضاءة عليك تحفة وجميلة جدا. أما الإضاءة الهرشة أو الإضاءة اللاسعة أو الإضاءة الحادة بتعمل لك ضلال كتير جدا، ليها ممكن تستخدمها بانك تصور حاجات معينة، ولكن مش دايما وبنسبة كبيرة. لو انت بتصور فيديوهات يوتيوب انت عايز الإضاءة بتاعتك
تبقى ناعمه قد ما تقدر وقويه. انا حاطط 4 لمبات، كل لمبه 13 واط تقريبا، وعامله شغل كويس جدا. تاني اضاءه وهي البراكتيكال لايت او الاضاءات اللي في الخلفيه والكلام ده. دلوقتي انا بصور الساعه 12، الشمس ضاربه في الشباك، اعملي حاجه زي براكتيكال لايت. انا كنت هحط لمبه هنا واعملها بالشكل ده. ممكن تستخدم اضاءات صغيره او لمبات صغيره والكلام من ده زي انت كنت بتلاقيها في الحته دي، بس هي فاصله شحن دلوقتي فما علينا. فده بستخدمه زي براكتيكال لايت او حاجات كده موتيفيشن لايت. ممكن كمان ازود ده بان انا احط اضاءه بنفس اللون بس بره الكادر وتبقى جايه اللون الاصفر على الجزء ده. دي هتبقى اسمها ريم لايت او هيد لايت، بتعمل لك سيبريشن ما بينك وبين الخلفيه اكتر. والنوع التاني برضو وهي الريم لايت او الهيد لايت، هي دي الاضاءه اللي في الخلفيه دي انا حاططها بعيد، ولكن عشان هي قويه جدا 22 واط لوحدها فمنوره لي الخلفيه، عامله لي شكل حلو في الخلفيه، وكمان جايبه الاضاءه على وشي ومحدداني، فعامله لي عزل على الخلفيه حتى مع الكيت لينز بتاعت الكاميرا. انا دلوقتي بصور بالكيت لينز بتاعت الكاميرا ومطلع لي جوده حلوه جدا. واخر حاجه تبقى انت عارفها في الاضاءات هي موضع واماكن الاضاءه. انت عايز الاضاءه اللي جايه على وشك ما تبقاش فلات، ما تبقاش قدام وشك. لو هي قدام وشي على طول انت مش هتشوف الظل ده، مش هتشوف الظل بتاع عيني، هتبقى الصوره فلات. يعني مناخيري مش هتبان كأنها مناخير، هتبان كأنها حاجه مبططه في وشي. دي انت مش عايزها، انت مش عايز ده نهائي. انت عايز الاضاءه تبقى يمين شويه، شمال شويه، فوق شويه، تحت شويه، تعمل لك مود على حسب المود اللي انت رايح له. تعملها من تحت لو انت عايز المود بتاعك يكون رعب شويه الى حد ما، يعني في ناس بتحب الكلام ده. تعملها فوق لو عايز يبقى حاجه فلاترنج، حاجه كده لطيفه للوش، لان ده مكان وموضع الشمس في العادي من الساعه 9 الصبح للساعه اللي بعد الساعه 3 العصر. ده الوقت بتاع الشمس اللي يبقى فيها بزاويه شويه، فبيبقى شكلها حلو، بيبقى شكلها لطيف على الوش. بتعمل لك برضو لما تحط الاضاءه من الحته دي بتعمل لك زي مثلث بتاع ريمبراند هنا، معمول كده عشان هو رسام يعني وكان بيعمل الحركه دي كتير، فبيبقى لك شكل مثلث اضاءه هنا والباقي بيبقى في ظل. انا مخففه كده كده بالاضاءه دي لها استخدامين، تخفف الشادوهات كفيل لايت ودي نوع اضاءه تاني هقول لك عليه دلوقتي، وعامله لي زي ريم لايت تحديد كده الاطراف حاد فشكله حلو. طب لو انت هتستخدم نوعيه الاضاءه دي جايه من الزاويه دي على كده، الحته دي هتبقى مظلمه جدا 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 يعني. فيا اما تحط حاجه زي اضاءه كده وتخفف لك ده، او تعمل حاجه اسمها ريفليكشن، او تعمل حاجه اسمها فيل لايت بتخفف لك الظل اللي موجود هنا باضاءه خفيفه وخافته كده. كنت عامل فيديو عن الاضاءه بشكل مفصل ل6 زوايا اضاءه باستخدام اضاءه واحده بس، وازاي تقللها باستخدام برضو الريفلكتور والكلام ده وحاجات رخيصه في الاي اللي فوق هنا، تقدر تروح تشوفه بعد الفيديو ده. طب ماشي، ظبطنا الابلكيشن اللي هتصور بيه، ظبطنا الديكور والمكان والاضاءه اللي انت هتصور بيهم، وطلعت فيديو شكله حلو. كل ده مش هيبقى شكله حلو ومش هتظبطه ومش هتجمعه مع بعض في فيديو واحد منطقي من غير مونتاج. ونيجي بقى للابلكيشنات او التطبيق اللي تستخدمه عشان تعمل مونتاج. عندك تطبيقين او 3 في الحاله دي. انا عن نفسي بفضل استخدم 2 وهم في المورا للموبايل وكاب كات للموبايل. في في ان ممكن تستخدمه برضو، ولكن بحس ان هو رخم شويه، يعني ساعات بيبقى رخم كده مش بيعجبني في حاجات كتير. ولكن الاثنين الاساسيين هم في المورا وكاب كات، الاثنين شبه بعض جدا، بتستخدم اللي انت ترتاح معاه اكتر. انا عن نفسي بستخدم في المورا لان هو مستقر اكتر بكتير من كاب كات، بيهنج وبيعلق كتير، فما علينا يعني. بس باختصار برنامج المونتاج اللي هو بيعمله ان هو بيجمع لك كل المشاهد اللي انت صورتها، كل الصور اللي انت صورتها، كل الصوت، الموسيقى، مش عارف ايه، وتحطهم في فيديو واحد مدته اقصر من الاصل بكتير. هتشيل الغلطات والاخطاء من الفيديو بتاعك، بتقص كل الحاجات اللي ملهاش لازمه عشان الفيديو بتاعك ما يبقاش ممل، وتبدا تحسن بعد كده في الالوان والجوده عشان تحسن من الفيديو اكتر. تشيل اول الغلطات، بعد كده تبدا تحسن في الفيديو بتاعك. ده باختصار المونتاج، وهتكلم عنه في فيديو منفصل بعدين، ويبقى كل حاجه تعمل مونتاج ازاي لليوتيوب والفيديوهات بشكل عام. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبك. ما تنساش انك تعمل لايك على الفيديو، تشترك في القناه لو مش مشترك، تعمل شير لكل اصحابك، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.